السلام عليكم وحلقة جديدة من مطبخ رجالة وحلقة مع السوشيال ميديا. قلنا إن هي الإعلام المجتمعي، وهي دايما إعلام بيعبر عن المواطن أو الذوق الشعبي، بصرف النظر عن الاتجاهات الخاصة بالحكومة أو الاتجاهات الخاصة بما يقال عنه مجتمع الصف. فلك أن تتخيل إن في السبعينات وسط بقى إيه، أم كلثوم، عبد الحليم، وردة، فايزة أحمد، صباح، عبد الوهاب، فريد الأطرش، كل الناس المطربين اللي على الصفوة دي وعلى الساحة، يطلع لون جديد يقوده فنان اسمه أحمد عدوية. أحمد عدوية يتقال عليه إن هو من الفنانين ما يقال عليه فن شارع الهرم، هو وكتكوت الأمير وخلافه، وكلمات عجيبة بعيدة عن الكلمات المتداولة في هذه الفترة. الصح ده حنبوه ادي الواد لابوه، قرشك قشندي ذبح كبشه، على كوبري عباس ماشية وماشية الناس، حبة فوق وحبة تحت. ويمنع عدوية من الإذاعة والتلفزيون، ويحصل حصار عليه خاصة من صفوة المطربين وصفوة الملحنين، على الرغم من إن في أسماء كبيرة لحنت لأحمد عدوية. فكان المكان الوحيد اللي يقدر أحمد عدوية يحقق الانتشار في وسط المجتمع كان شريط الكاسيت، وشريط الكاسيت كان هو السوشيال ميديا البسيطة. أحمد عدوية يمكن كان حظه أحسن كتير من حد زي ما اتكلمنا في الشيخ كشك اللي كان ممنوع تماما حتى عن الاستديوهات. كان حظه زي أحمد منيب، ولكن عمنا أحمد منيب يمكن كان بيعتبر من الفنانين المثقفين شوية عكس عدوية. حظه أحسن من الشيخ إمام اللي كان برضه اتجاهه كمعارضة ممنوع من التسجيل ودخول الاستديوهات، ولكن أحمد عدوية دخل الاستديوهات وسجل شرايط كاسيت وبدأ نجمه يتصاعد. ساعده كمان لما انتشر هذا الانتشار السريع بدأوا يستعينوا بيه في الأفلام، وكان بقى إيه نهاية أفلام المقاولات اللي هو فيلم في يومين يكون الفيلم مكتوب ومعمول وكل حاجة وينزل. إذا ما نجحش في السينما فعلى الأقل هيتباع فيديو كاسيت. وبدأ يبقى جزء من بيع الأفلام هو وجود أغنية لأحمد عدوية، أو إن أحمد عدوية بيمثل في هذا الفيلم. عشان نيجي في فترات بقى إيه الألفينات والكلام ده كله، ويبدأ النظر لأحمد عدوية كعملاق من عمالقة الموسيقى الشعبية، وتبدأ كوكتيلات ويبدأ يظهر في التلفزيون ولقاءات خاصة مع انتشار الفضائيات. تخيلوا بقى أحمد عدوية من غير شريط كاسيت كان ممكن يبقى إيه؟ ما أعتقدش إن هو ممكن كان يحقق الانتشار اللي هو حققه بالشكل الكبير اللي عمل اسم لفنان اسمه أحمد عدوية. دي كانت حلقتنا، أشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.